طب بصي بقى، انا عايزه رايك مهم قوي في الموضوع ده. ايه بقى؟ انت الوحيده اللي هتقولي دلوقتي الراي اللي مفيش بعده راي. هل ينفع ست زوجه تبات بره بيت جوزها من غير ما تقول له؟ يا لهوي، من غير ما تقول له؟ من غير ما تقول له. يعني ايه؟ قال لك كده ان الست من حقها تبات بره من غير ما تقول لجوزها. قولي لي، احنا عايشين في زمن لا ايه؟ معلش، دي ست مش شعرها محلول، دي ما عندهاش دم اللي قالت كده. ما ينفعش. قال لك دي الموضه الجديده اللي لا احنا دي ماشيين مش فيها. موضه. تخيلي. لا مش موضه. يعني ايه اللي مطلعينها؟ يعني ايه؟ هي مش عاجبها الراجل. هو الراجل بيجري ليه؟ تقدري تقولي لي بيجري ليه؟ منها؟ بيجري من الست بتاعته ليه؟ من عمايلها، من ايدها، والله يزيد. وممكن قوي تبقى صاحبتها اللي بترسم على كده. وعشان تاخده قلته وتدخلها وتقعدوا معاها في الصالون وتخش تعمل وهي تسحبه وتاخد رقم. امال ايه؟ مش رجع واحد مين؟ كان داخل بيحكي مشكلته، بتحكي مشكلتها. بتقول لها، قال لها روحي اقعدي في البلد سنه. بعدين رجعت قال لها ودى لها ورقه طلاق. فبتقول له ليه انت اتجوزت عليا؟ طب انا موافقه ان انت تتجوز عليا وابقى معاك عشان ولادي. فرجع لقاها متجوز مين؟ صاحبتها. اختها. يا نهار ابيض. ياما الواحد يشوف في الدنيا ياما بيشوف. فطبعا يعني مشكله زي دي. طب انتوا وصلتوا الناس لايه؟ عاوزين ايه؟ هي بقى ما حافظتش بقى، هي سمحت بقى انه صاحبتها تخش البيت. روح وصل، في حاجه اسمها روح وصل صاحبتي لوحدك. صاحبتي اتفضلي. في حاجه اسمها كده. يعني لو هو حتى نيته كويسه ممكن هي الثانيه اللي نيتها مش مظبوطه. هي وبعدين ما تقوليش حاجه لحد. انا رايي الست ما تقولش اي اسرار للبيت لاي مخلوق. صح. خالص. انا ضد الموضوع ده. لان الست اللي بتصطاد في الميه العكره، بتشوف مميزاته. يعني اقول لهم ايه الميه العكره؟ يعني اللي بتصطاد كده في الجو. يعني عارفين كل حاجه. ان هي بتعرف نقطه ضعفه ايه ومميزاته ايه وتشتغل عليها. ومميزاته ايه عشان بقى تشتغل عليه وتتنحنح. وتقول الكلام ده وتاخد بقى اللي هي عاوزاه في ثواني، الطاير الوليه بولادها. فاهماني ازاي؟ وتشقطه.